فبس فكل اللي عليك تعمله هو ان انت تتفرج على الفيديو ده لو عايز تطلع كسبان بس من اي حاجه. صباح الخير. الفلوج ال31. الفلوج النهاردة هنتكلم عن ازاي تطلع من اي حاجة او في اي حاجة كسبان. فالفلوج ده مهم قوي 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 لو انت بتخسر كل يوم مجهود ووقت وفلوس و... وتلاقي نفسك اتدبست في حاجات، فاهم؟ الفلوج ده هقول لك تجربتي من الخسارة الشنيعة في علاقات وفلوس وشغل ووقت وكل حاجة. فالفلوج ده مهم قوي 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 قوي. بس الاول في حاجة كده لايف ستايل هحاول ان انا اعمله واشاركه معاكم، وهو ان احاول قبل المغرب انزل المسجد من هنا لحد رمضان يعني. انزل المسجد قول اذكارك ادعي وسوف تندهش من النتيجة بجد. من النتيجه، مش نتيجه ان انت هتلاقي بقى ايه حاجه، لا مش شرط يعني. بس هتستريح يعني، تبقى مستريح وتبقى هادي يعني. بصوا يا جماعه، انا بقيت مجرم اديتنج، مجرم اديتنج، مجرم اديتنج، مش ممكن. انا لابس طاقية الاديتور، يعني النهارده انا بعمل كل ما هو ليه علاقة بالاديتنج. اصعب حاجة في الاديتنج لحد دلوقتي مواجهاني هي ان انا ارندر الفيديو والون الفيديو واحسن الصوت، وبعد كده بقى ايه، تعالى بقى نفكر هنعمل ايه في الفيديو. فكنت فاكر ان الشغلانة لذيذة كده وسهلة وبتاع، طلعت لا، صعبة فشخ، صعبة فشخ. بس ان شاء الله نكبر شركة الميديا برودكشن، ولازم نعين معانا حد اديتور شاطر ملتزم موجود في مكان. على فكرة دي حاجة من الحاجات المهمة قوي. لازم الاديتور اللي تعينه معاك في الشركه، شركه ماركتنج ميديا برودكشن ايا كان، قاعد قدامك ومحضر له اللابتوب والكمبيوتر بتاعه والبي سي بتاعه، كل تطلباته تكون موجوده بالسبسكريبشنز بتاعته، وقاعد 8 ساعات علشان ما تتسوحش مع العملاء وتسوح العملاء وتؤدي الى هلاك الشركه نهائي. الشركه تبقى فاهم في هلاك. فادي الاديتور مرتب حلو، لان ده من اهم الناس اللي موجوده في الشركه. ادي الاديتور مرتب حلو، وفر له كمبيوتر وستيشن كامله، وهو هيدلعك، والله هيدلعك، ودخلك هيزيد 3 4 اضعاف على الاقل. يلا بقى نتعلم متاخر. لو مهموم وعندك مشاكل كتير، صلي على النبي واستغفر. الاستغفار ده معجزة، يعني معجزات هي والصلاة على النبي. استغفار ذكر كتير جدا ان هو يعني فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وفي سورة هود وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فالاستغفار والصلاة على النبي من الحاجات اللي هتريح بالك، بعيدا عن ان هي ان شاء الله ترزقك يعني. بص يا جماعة، دي الأوضة اللي أنا بصور فيها، اللي هي الحلقات بتاعة الرحلة، اللي هي بتاعة يعني الدريم الصغير بتاع اليوتيوب شانل ده. المهم ان المكتبة دي ما غيرتهاش، هي بطبيعتها كده، بس انا يعني في اتجاهي ان انا اغير منها شوية او اغير شوية في السيت اب. بس يعني ربنا يرزق واحدة واحدة. ده اكتر كتاب انا بحبه من الناحية العلمية. هو مهري من كتر المذاكرة يا جدعان بجد. اكتر كتاب. كان عندي عاده من فتره ان انا كل يوم لازم على الاقل اقرا لي ايه، اذاكر لي صفحتين، اتعلم اي سكيل جديده حتى لو بسيطه، حتى لو حاجه خفيفه جدا. اي الكلام ده من 5 سنين مثلا. واقرا لي في روايه صفحه او اتنين، واحاول ان انا اراجع اللي انا حافظه من القران. فانا الفتره يعني بعدت قوي عن الموضوع ده. بحاول احافظ على بعض من الحاجات. فانا ان شاء الله بدات من النهارده ان انا ارجع ان انا اذاكر صفحتين كل يوم، صفحتين. فهبدا بكتاب الاستراتيجيك مانجمنت، والروايات عندي كتاب ملوك العهد، روايه ملوك العهد وكوكب البحر دي بتاعت صديقي محمد علي منصور. وصلت للصفحه تقريبا 49. بصوا ايام ما كان محمد علي بيحبني يعني. اهداء من عمه محمد للاستاذ الدكتور زين مروان ابني. ايام ما كنا اصدقاء قوي وبيحبني قوي يعني، بس دلوقتي خلاص مفيش الكلام ده. و... وعندي كمان روايه الوارث ان شاء الله هشتريها بتاعه الباشمهندس احمد عثمان، وهراجع ان شاء الله على اللي انا حافظه من القران، ارجع تاني ربنا يثبتني ان شاء الله. بس فده كده اللي انا مخطط له للفتره اللي جايه. ازاي تطلع من اي حاجه كسبان؟ يعني انا اكتر واحد يدخل اي ديل يطلع اكتر فرد خسران. ليه؟ لان في مصر ما فيش حاجه اسمها وين تو وين. ما فيش الموضوع ده مش موجود. في واحد بس بيطلع كسبان. خدعوك فقالوا ان في حاجه اسمها وين تو وين. هو ما فيش حاجه اسمها وين تو وين، ما فيش حاجه اسمها اكسب عشان تكسب. انت في واحد بيطلع كسبان، وفي واحد بيطلع كسبان على المدى البعيد. يعني في واحد هيتسحل معلش لفتره معينه، بس مقابل ده على المدى البعيد ان هو هيكسب. وعشان يكسب على المدى البعيد لازم يبقى في بروف اوف كونسبت، يعني لازم
ما تقولش ان انا هعمل خدمه لمروان علشان مروان هيجيب لي شغل قدام. لا، لازم مروان يبقى ادى اثبات ان هو هيجيب لك شغل، ادى اثبات ان هو هيجيب لك عملاء. فساعتها اقول لك اكسب مروان عشان تكسب عميل بعدين. لكن اوعى 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 ولا تشتغل ببلاش، ولا تعمل حاجه ببلاش، ولا تعمل حاجه علشان تلاقيها قدام كمصلحه. لو بتعمل حاجه لله فاعملها لله وخلاص، ما تستناش مردودها. بتعمل حاجه بهدف ان انت تكسب او تستفيد، فلا، لازم دلوقتي، فاهم؟ نتفق دلوقتي. القاعده الثانيه في تطلع من اي حاجه كسبان هي ان انت ما تتكسفش. لو انت بتتكسف مش هتكسب، والكسوف بيجيب فقر. اولا لو انت مش متجوز فانت لسه هتتجوز، الحاجات دي بيبقى فيها فلوس ومصاريف ومش هتاكل اهلك جدعانه. يعني مفيش حاجه اسمها ان انت تتكسف ان انت تطلب حقك، او تتكسف ان انت تقول الرقم اللي انت بتاخده. الا لو انت في، يعني انا مثلا في عميل معانا ده، انا ما يعني ايا كان اللي بنشتغل بيه انا ما بقدرش ان انا اقول له حاجه. ليه؟ لان الراجل ده ادى بروف قبل كده ان هو ايه، مؤمن بينا ومؤمن بشغلنا، مؤمن بالحاجات اللي بيعملها، استحمل غلطاتنا. فانا مهما كان هستحمل اي ظرف عنده. وين تو وين، هنا وين تو وين. ولكن في مصر خدعوك فقالوا ان في حاجه اسمها وين تو وين. مفيش حاجه اسمها وين تو وين. في واحد بيطلع كسبان وفي واحد بيطلع خسران. فانت دي قاعده مهمه جدا. القاعده الثانيه ان انت ما تتكسفش. اوعى تتكسف. يعني انت تطلب حقك، وده بيخليك تحط اند اوف تكست. يعني انت معايا ولا مش معايا؟ هتحول ولا مش هتحول؟ هتشتغل ولا مش هتشتغل؟ فاهم؟ ما فيهاش. فاوعى تتكسف. اوعى تتكسف ان انت تعرض شغلك. اوعى تتكسف ان انت تقول الحاجه اللي بتضايقك. اوعى تتكسف ان انت بتقول الحاجه اللي ما بتريحكش في الشغل. ما تتكسفش. اوعى تتكسف. دايما يبقى عندك سياسه، ترمي لبعيد عشان تاخد القريب. بتعرف ان انت تبقى بوكر فيس، يعني تبقى ما بتديش اي رياكشنز كتير. بتعرف تلعب سياسه. ولكن عند حته الكسوف ما ينفعش تتكسف. ما ينفعش تقول ان الكسوف سياسه. الكسوف مش سياسه. الكسوف خساره وفقر. القاعده الثالثه عشان تكسب اي حاجه، اسال. قاعده اسك. قاعده اسك دي من احلى القواعد اللي اتعلمتها في حياتي. عايز تطلع كسبان من اي حاجه، اي حاجه، اسال. انا دلوقتي مثلا عايز الناس تعمل سبسكرايب للشانل. فانا مش هقعد الف واقول لك طلع لي البتاع دي طلعت كام مره في الصوره علشان تاخد جايزه، والجايزه دي مش هتاخدها غير لما تعمل سبسكرايب. طب ما بسيطه يعني، ممكن تعمل سبسكرايب على الشانل وتعمل لايك للفيديو. اسال. السؤال بيجيب لك حاجه من الاثنين، الرفض يا القبول. ولو ما جابلكش القبول اللي انت عايزه فبيجيب لك سبب الرفض، يعني ليه الناس رفضت ان هي تعمل سبسكرايب او لايك للشانل. فقاعده الاسك من اهم القواعد في الدنيا. عايز اي حاجه في الدنيا، اسك، اسال. واي حاجه اصلا في الاول بتدعي ربنا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فانت اي حاجه في الدنيا عايزها اسال ربنا. وبجانب ده في الحياه العمليه محتاج ان انت اي حاجه عايز توصل لها اسال عنها، اسال عليها، اسال ازاي. ما تقعدش تتكلم كتير. ما تقعدش ان انت تحاول تبين ان انت الاذكى وان انت الاحسن وان انت الافضل. لان هي فطره في حياه الانسان، دايما يحب يبان ان هو ذكي، دايما يحب يبان ان هو اجمد واحد في الدنيا. فانت ادي للناس الحته دي علشان تكسب. يعني لما تلاقي واحد هو خلاص بيحب ان هو يتكلم، بيحب يقول رايه، بيحب يظهر رايه، اتفضل يا باشا، انت تمام تمام زي الفل. طب انت عايز توصل لايه؟ عايز اوصل لكذا كذا كذا. ممكن يبقى doesn't make sense بالنسبه لك، بس تمام يعني، فاهم؟ مفيش مشكله. اسك ليه، اسك ليه، اسك ليه، من غير ما تقول اي حاجه. وهو في الاخر هتلاقيه بينكر القاعده الاولانيه اللي هو حطها لك. فعايز تكسب اي تفاوض، اي حاجه في الدنيا، دايما اسال وما تجاوبش. الاجابه دايما اللي بيجاوب اكتر هو اللي بيخسر. هو العميل انت بتقعد تساله عايز تشتري الخدمه ليه؟ طيب هتفيدك بايه؟ طب انت انترستد بانهي خدمه؟ انت بتحاول تعرف هو الراجل ده مشكلته ايه. فلو انت دلوقتي العميل بقى هو اللي عمال يسالك، انت اللي عمال تخسر، فاهم؟ يعني هو عمال يسالك طب وانت ايه سابقه اعمالك؟ طب وانت اشتغلت في ايه؟ طب وانت عملت ايه؟ طيب وانت ممكن تساعدني ازاي؟ طب فهو عمال يسال 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 ان هو مش واثق. فببساطه كل اللي عليك تعمله هو ان انت تسال، فالعميل يجاوب، فتجاوب فيجاوب فيجاوب، فتقول له طيب لو انت عايز انا عندي، فاهم؟ بس في الاخر بتوفر الموضوع. نفس القصه في الشغل بينك وبين اي حد، نفس القصه في اي حاجه جديده في حياتك، نفس القصه في اي تفاوض بينك وبين اي حد. كل ما اتكلمت اقل كل ما كسبت اكتر. القاعده الرابعه اللي اتعلمتها ومن ساعتها وانا بكسب كتير جدا لان كان سببها بيخسرني كتير، خليك دايما اغبى واحد في الاوضه. مفيش مشكله ان انت تبقى اغبى واحد في الاوضه، لان الذكاء ده بيخلي الناس اللي هو ايه، ترمي عليك حمل اكبر، ترمي عليك شغل اكتر، تحاول تراهن على امكانياتك اكتر. وفي ناس بقى اذكياء قوي اللي هو ايه، يلعب على حته الشغف بتاعتك دي، حته اللي هي فاهم، اللي هو بيلعبها صايمه، اللي هي الحته بتاعت اللي هو انت عايز تثبت نفسك.
فارمي لك شغل كتير، ارمي لك شغل كتير، ارمي لك شغل كتير عشان تثبت لي نفسك. انت مش محتاج تثبت اي حاجه لاي حد، ومفيش اي مشكله ان انت تبقى اغبى واحد في الاوضه. ليه؟ لان انت لو بتعمل اللي عليك بس، على فكره لو بتعمل اللي عليك بس، ده جامد جدا، ده جامد جدا، ده اجمد حاجه في الدنيا. بتعمل اللي عليك بس، بتخلصه، بتاخد قدامه فلوس، هسلم عليك وارفع لك القبعه. بتعمل اللي عليك والزياده وبتخلصه وما بتاخدش فلوس، اقول لك تعالى اقعد جنبي، فاهم؟ كل ما كنت مبين ان انت ما عندكش معلومات كتير، كل ما تريثت وخليتك اجمد. ميسي بالنسبه لي هو اجمد لعيب كوره في التاريخ. انا بحب ميسي جدا في الكوره. ميسي ليه اجمد لعيب في التاريخ؟ مش عشان هو بيعمل سكيلز نيمار مثلا، بيرقص ترقصات نيمار، ولا علشان هو بيطلع بالهيدنج بتاع كريستيانو والفيزيكال بتاع كريستيانو، ولكن ميسي عنده حاجه مش عند كل الناس، ان هو سابقك دايما بخطوه. طب ليه سابقك دايما بخطوه؟ سابق حركتك بخطوه. فهو ميسي على طول بيبص، ميسي على طول بيسكان الملعب، يبص يمين شمال يمين شمال يمين شمال، يطلب الكوره، خلاص هو عارف هو هيعمل ايه. فهي دي القصه. كل ما كنت اغبى واحد في الاوضه، كل ما بدات تجمع شخصيات، مثلا الشخص اللي هو ايه بيتذكى عليك، الشخص اللي هو بيفردها عليك، الشخص اللي هو بيدي لك نصايح وهو فاضي من جوه. وفي كل الاحوال انت مش محتاج تثبت حاجه لحد، ومش محتاج تعرف حاجه عن حد. انت كل اللي عليك تعمله هو ان انت يعني تبقى مركز على الهدف اللي انت عايز توصل له. لعيبه الكوره كلهم المفروض ان هدفهم ان هم يجيبوا جون، ولكن في لعيبه كوره تانية بتلعب لاهداف تانية، مثلا زي ان هو ايه، اظهر فاروح لنادي تاني، اظهر فاشتغل على نادي تاني، اظهر فيجي لي برنامج ابراهيم فايق يقول لي تعالى نقعد نتكلم. فالمفروض ان انت لو مركز على الجون، كل الحاجات دي تلقائيا هتيجي. فهي الفكره ان لعيب الكوره اللي مركز على الجون هو اللعيب اللي بيجي له كل الحاجات دي، لكن اللعيب اللي مش مركز على الجون، مركز بره الملعب زي دونجا مثلا، هتلاقيه يعني ما فيش حد بيحب ان هو يقعد يتكلم معاه او يستقبله او يعرف الراجل ده بيفكر ازاي بيشتغل. فاهم قصدي؟ كل ما سالت اكتر، كل ما بينت ان انت مش اذكى واحد في الاوضه، وان عادي يا جماعه ما فيش مشكله، كل ما انت بتعمل اللي عليك بس ما فيش انت ما تقعدش فاهم، تعمل اللي عليك بس، كل ما بقيت اكتر واحد بيكسب في اي حاجه. بس كده. لان انا النهارده لقيت نفسي عندي شغل قد كده، واللي هو واخد مثلا عليه 1000 جنيه مثلا، فاهم؟ 2000 جنيه شغل قد كده، فاهم؟ اللي هو طب ايه ده، وانا ليه عملت في نفسي كده؟ حسيت ان انا خلاص انا بقيت ملزم بالكلمه اللي انا قلتها، وخلاص بقى فاهم، بقيت انا اغبى واحد في الاوضه دلوقتي، بقيت حرفيا اغبى واحد في الاوضه دلوقتي. فكل اللي عليك تعمله هو ان انت تتفرج على الفيديو ده لو عايز تطلع كسبان بس من اي حاجه. في قاعده خامسه مهمه جدا انا ما قلتهاش، وهي الصبر. يعني البني ادم اللي بيبقى عنده صبر كبير، كل ما كان بيقدر ان هو يكسب اكتر. حتى مثلا لو انا مثلا عايز ابيع الكيس دي، مش عارف الكيس دي مظلومه معايا في كل حاجه، لو انا عايز ابيع الكيس دي بس مستعجل، ايه اللي هيحصل؟ هتعرف هتلقط مني ان انا مستعجل، فهتقول لي السعر اللي انت هاخدها منك ب 50 جنيه، وهي مثلا سعرها 400 جنيه، اتفضل خد انا مستعجل عايز ابيعها. دايما خليك صبور على اي حاجه انت عايز توصل لها او تحققها او تكسب منها. دايما خليك صبور مع العميل، دايما خليك صبور في العلاقات، دايما خليك صبور في ان انت ما تتكلمش بسرعه، يعني اصبر على الكلام. وعلى فكره الحاجات اللي انا قلتها دي كلها مش هتحصل لو معاك علوم النفس وعلوم كل حاجه، لو انت بعيد عن ربنا. لان هو ربنا اعز البني ادم المسلم. يعني البني ادم المسلم ده بيبقى عنده حسابات تانية غير الحسابات اللي هي بتاعت الدنيا والميتينجز والشغل والتجاره، يعني عنده حسابات تانية خالص غير دي. فهو بيبقى عايش البروسيس بس، اللي هو عادي انا عايش البروسيس ومش مستعجل على حاجه، ومش شايف حاجه معينه مثلا محتاج ان انا استعجل عليها، لان كل حاجه بايدين ربنا. فكل ما قربت من ربنا اكتر، كل ما ربنا اعزك اكتر، وبقيت تعرف تتعامل مع الناس اكتر، وبقيت تعرف تقول اللي ليك اكتر، وبقيت تعرف تعمل اللي عليك اكتر، وبقيت تعرف تكبر مخك. انت مش محتاج تثبت اي حاجه لاي حد، فاهم؟ بس ان انت تشترك في القناه، تعمل لايك لو الفيديو عجبك، وتبعته لغيرك من اصدقائك ولو عندك جروبس، علشان ننتشر ونتوسع. لان اكيد انت شايف ان الحمد لله المحتوى كويس، ولو مش شايف ان المحتوى كويس ابعت لي رساله انصحني قول لي اعمل ايه. ولو شايف ان المحتوى كويس، كل اللي بطلبه منك كمساعده ان انت تبعته لغيرك علشان يستفيد ونكبر الكوميونتي اللي احنا بدأناه.